السلام عليكم مغاربة العالم، مغاربة الداخل، كنتمنى تكونوا بخير وعلى أحسن حال. قبل ما ندخل الفيديو ديال اليوم كنذكركم اللي ما مشتركش معنا في القناة يشترك معنا في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد ديالنا. انا كنت يقول لك الفيديوهات ديالك علاش ما كيوصلوني، ما فهموش علاش. اذا تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلوك الفيديوهات. مشاهدي القناة، توصلت بواحد الفيديو ديال واحد المهاجر مغربي اللي في المغرب على ما يبدو تعرض للإهانة من طرف الدركي جدارمي. هاد الجدارمي قال له على ما يبدو حنا نتوما الجالية ما بغيناكمش كاع تجيو للمغرب، ما عندكم ما ديروش في المغرب. هاد الدركي او هاد الجدارمي للتذكير فقط راه ما يمثل إلا نفسه، لا يمثل مؤسسة الأمن ولا يمثل مؤسسة الدرك الملكي. هذا فقط حادث معزول لا يمثل إلا نفسه. ولكن كاين شي أمور أخرى غادي نهضروا عليها من بعد مشاهدة الفيديو. نخليكم تشوفوا الفيديو ومن بعد نكملوا الشرح. هذه الدورة ديال أوشتم فيها 60 ها هي. دابا قول لي واش يقدر شي واحد يدور هنا ب70؟ إذا دار ب70 غيتقلب. غنزيدو شوية غتشوفو واحد الحاجة مزيونة. هذا هاد البلاكة الأولى على اليمين، هاد البلاكة على اليمين ما كاين فيها والو، والبلاكة الأخرى مخبعة مراقب فيها 40. وقفوني هنايا وقال لي ماشي ب70. هاد خينا هذا صور هاد المواطن هادو. قال لك البلاكة مخبعة بقيف دايرينها بالعاني وجالسين كيصيدوا عباد الله. وملي هضرت معاه قلت له الجالية بالسبة ديالكم كاملين بقاو في اسبانيا، جا قال لي بان حنا ما بغيناكمش تجيو عندنا هنايا. هذاك الجندرم اللي شفتوه واقف داك الكحل قال لي ما بغيناكمش تجيو لعنا المغرب. دابا السؤال مطروح، واش حنا جينا نضربوه؟ واش جينا عند شي قرد؟ حنا كنجيو لبلادنا وديورنا. وهذاك خينا خصو اعاده التاهيل، لان الجاليه ملي كتجي ما كتجيش عند شي قرد، كتجي لبلادها. السلام عليكم وشوط الله يجيب ابتسام. إذا كيف ما كتشاهدوا هاد المهاجر هو كيقول بأنه هاد الدركي هاد الجدارمي قال له حنا الجالية ما بغيناها كاع تجي للمغرب. هذا هو اللي كيقول هاد الكلام، ولكن ما صورش فيديو ديال داك الدركي أو داك الجدارمي كيقول هاد الكلام بالمباشر. إذا هنا ما غاديش نقول هاد المهاجر راه كيقول شي حاجه ما كايناش، ما يمكنش نحكم عليه. ولكن في نفس الوقت ما يمكنش نظلم هذاك الجدارمي او هذاك الدركي الا ما كانش شي فيديو كيتثبت بالفعل بانه قال هذا الكلام. من جهه اخرى حنا ما عرفناش الظروف والملابسات اللي دفعات هاد الجدارمي هاد الدركي يقول هاد الكلام، الا كان هاد الكلام فعلا راه تقال. ولكن من ناحيه اخرى ما نساوش اذا كان هاد الكلام راه تقال بالفعل فهو كلام غير مسؤول. ونذكر مره اخرى اذا كان هاد الكلام صحيح فهو لا يمثل الا هذا السيد فقط، لا يمثل المؤسسه الامنيه بصورة عامة، وإنما يمثل من قاله، يعني هاد الدركي هاد الجدر. أعطونا نتوما الرأي ديالكم في هذا الموضوع. وانتهى الفيديو. ما تنساوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة اللي ما مشتركش معنا في القناة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.